لو حابب تتفرج على ملخص اول 3 حلقات هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. بتبدأ الحلقة الرابعة بفلاش باك كده عن حياة شبكة ومين ال3 نسوان اللي قاعد معاهم دول وليه بيندههم كلهم بامه. وطلع ال3 ستات دول كانوا كلهم شغالين في بيت دعارة، وواحدة منهم اللي اسمها نوسة دي هي اللي تبقى ام شبكة، وخلفته بالعافية بالرغم من انها كانت عايزة تسقطه في الاول، بس عشان سقطت قبل كده كذا عيل ما كانش ينفع تسقط ده كمان، عشان لو كانت سقطت ده كمان كانت هي اللي هتموت. وال3 ستات دول ما كانوش عارفين مين ابو الواد ده الحقيقي، وراحوا سموه باسم واحد كده من زباينهم، وسموا الواد رامز. بس الواد لما كبر والعيال في المنطقة عرفوا حكايته قعدوا يندهوله باسم شبكة ويشتموه بامه كمان، فكان لازم يسيبوا اسكندرية خالص ويجوا على القاهرة. وما بيكملش المؤلف بقية قصة شبكة وبيدخلنا على فريدة بنت يحيى اللي نتيجة انفصال امها وابوها عنها اثروا عليها وعلى مستواها في المدرسة، ومش بس كده ده خلاها تضيع زمايلها في المدرسة كمان، وخدت فصل من المدرسة اسبوع. ويحيى ما كانش عارف كمان يسدد اقساط المدرسة، فراح ياخد دهب امه ويبيعه، بس ابوه اللي ناسي كل حاجة افتكر الدهب ده وخباه، فاضطر يحيى انه يبيع عربيته ويشتري عربية قديمة عشان يسدد اقساط المدرسة. وحاول يعاقب بنته شويتين بس مرضيش يقسى عليها قوي. وفي وسط ده كله علياء بقى كانت عايزة تعرف ايه اخرتها مع يحيى ده، ويحيى كان بيغير عليها وبيقول لها مين اللي كنت بتكلميه ده، فهي قالت له ليه وانا في معاك في ايه. ولسه جاي يكلمها لقى الممرضة اللي قاعدة مع ابوه اتصلت بيه وقالت له ابوك نزل ومش عارفة راح فين، وابوه عنده الزهايمر. ويحيى قعد يدور على ابوه قد كده وكانت معاه عليها وبنتها كمان، بس معرفش يوصل لحاجة لحد اما شبكة قدر يلاقي ابو يحيى، وساعتها يرجع يحيى البيت ومعاه عليا وبنتها جنى. ولما دخلوا البيت يحيى دخل يطمن على ابوه، وفريدة بنت يحيى قعدت تبص لعليا وبنتها بقرف كده لحد اما عليا خدت بنتها ومشيت. ابو يحيى بقى ما كانش فاكر يحيى اصلا، بس قال له انت عارف انا سميت ابني يحيى ليه؟ وقال له عشان الايه القرانيه اللي بتقول يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا. وابو يحيى ما كانش بيكره يحيى لان مفيش اب بيكره ابنه، هو كان بيحبه بس بطريقته. يعني برغم انه كان بيعنفه عشان لعبة البوكس اللي بيلعبها، الا انه كان بيبقى مبسوط وفخور بابنه انه بطل الجمهورية، وفي نفس الوقت ابنه بقى دكتور. بعد الموقف ده بقى علياء حاولت تبعد عن يحيى خالص لحد اما يحيى اتجرأ وراح لها بيتها وقال لها علياء انا مش عايزك تبعدي عني، انا بحبك. الكلمة كده طلعت فلتة من لسانه وسابها ومشي، ولما ما كانش عارف يقول الكلمة مرة كمان، ولما علياء حست انه ما كانش قصدها. الزهايمر بقى بدأ يزيد على يحيى قوي لدرجة انه نسي انه اتخانق مع الكوتش تامبي، وراح له وقال له انت ما بتجيش التمرين ليه؟ انا محتاج لك. طب لو كنت زعلتك في حاجة قولي صيحني، انا بقيت بنسى كتير. وقال له ان شبكة هو اللي هيقدر يساعده في انه يلاقي ابنه اللي ضايع منه من سنين، وعشان كده كوتش تامبي وافق انه يرجع ويدرب شجيع من تاني. ودخل شجيع اول ماتش في البطولة، والواد اللي قصاد شجيع قعد يضرب فيه يمين وشمال لحد اما تامبي قال له احمي وشك واستخدم يمينك، يمينك هي اللي هتخلص الماتش. ولما شجيع سمع كلام تامبي قدر يضرب المنافس، وكان خلاص هيخلص عليه بالقضية لحد اما افتكر سند اللي خلص عليه وهو بيلعبه. بس برغم كده شجيع كسب الماتش برضه، وكله كان في حالة من الفرح والذهول، ومحدش كان مصدق ان شجيع بعد ما عدى الليبيرين قدر يكسب بطل افريقي في عز شبابه. وقبل الحلقة ال5 ما تخلص المخرج بيحط لنا كده حاجة تشوقنا للحلقات الجاية، وبنكتشف ان علياء تبقى مرات سند. وبصراحة المسلسل شكله متعوب فيه، والأداء التمثيلي فيه كويس جدا، وكمان اللوكيشنز حلوة قوي، والتصوير والإخراج برضه. يمكن المشكلة الوحيدة تنفيذ ماتشات البوكس مش أفضل حاجة، ونتمنى انها تتحسن في الحلقات اللي جايه. بتخلص على كده الحلقه ال5. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه بس تعمل كومنت عشان ابطل.